السلام عليكم ورحمه الله احبائي، كيف حالكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو كنقول لكم نهاركم مبروك. والله يتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الاعمال في هذا رمضان. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نوجد معكم العصير دائما مع وصفات رمضان السهله والاقتصاديه. عصير اقتصادي شاهي بمكونات بسيطه، والمذاق ديالو كيجي كيحمق، كيجي غزال 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 غزال. جربوه البنات ما غاديش تندموا، وصحي في نفس الوقت. شوفوا الاختوريه فيه واللون ديالو كيشهي، كيجي غزال، واهم حاجه انه اقتصادي وكيطيح كميه لا باس بها. شوفوا تبارك الله كيجي غزال، كيجي قمه 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 في الروعه. هو هذا العصير مشهور وكل واحد كيعملو بالطريقه ديالو. انا هذه هي طريقتي، يعني الطريقه ديالي المعتمده عندي في هذا العصير. كنخدم بهاد المكونات اللي غادي نشاركهم معكم، اقتصاديين وكيجي لذيذ. شوفوا الشكل ديالو شحال غزال. مشاهدكم فيه، نتمنىكم انكم تجربوه ويعجبكم. بالنسبه للمقادير البنات، انا عندي هنايا نص كيلو الدجاجه من بعد ما غسلتها مزيان، وعندي ممكن انكم اذا يعني تعملوا المقادير كثيره تزيدوا. انا عملت غير نص كيلو. الا عملت وصل على نبي كيلو راه كيطيح الخير والبركه العصير. عندي هنا واحد دانون المانجا، ممكن انكم تعملوه بالخوخ. انا كتعجبني طيبه المانجا وكنعملو حتى بالخوخ. عندي السكر، وعندي هنايا الليتشين او البرتقال واحد، قلت واحد نص كيلو يعني ماشي كتير. صافي هنايا غادي نقي الدجاجه ديالي كيف ما كتشوفوا. انا شاركت معكم فيديو بالتفاصيل. هاد الفيديوهات بحال هادو انا يعني غالبا كنزلهم البنات يعني مبتدئات اللي عاد كيتعلموا يوجدوا وصفات في الدار. اما صلى على النبي الامهات اللي متمكنين، تبارك الله حتى هما كيبدعوا كيخرجوا من يدهم داكشي اللي غزال. صافي هنايا كما شفتوا معايا، من بعد ما نقيت الدجاجه ديالي انا قطعتها وضعتها في الطنجره. غادي نوضع على كاس الا ربع السكر ما يعادل 3 المعالق ونصف كبارين. صافي وغادي نوضع 3 الكؤوس الماء العنبه. ماشي ضروري انكم تعبروا الماء، كبوا الماء يعني عينكم ميزانكم. انا غير بغيت نشلل ديك الكاس اللي بقى فيه السكر. صافي هي هذيك كبيت 3 الكؤوس الماء العنبه. غادي نوضع هاد الدجاجه طيب على نار متوسطه، ومن بعد غادي نطفي عليها قبل ما طيب الدجاجه ديالنا مزيان، باش ما خصناش تجي بحال الزعلوك. حنا خصنا الدجاجه ديالنا طيب ولكن تبقى واقفه باش كيجي العصير ديالنا لذيذ. الا خليتو الدجاجه طابت حتى تهرت، ملي كطحنوا العصير كتجي بحال الصلصه. صافي هنا من بعد ما وضعت ديك الكميه ديال الماء غادي نخلط هيدا شويه ديك الجعيده مع الماء مع السكر، وغادي نوضعها طيب على الماء على العافيه، عفوا على الغاز. ملي طيب انا غادي نشاركها معكم كيتلف لي الكلام. هنايا دوزت نعصر اللتشين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، يعني غير الطريقه هيدا عاديه كما كنخدم دائما. ها هو هذا الكاس العصير غادي نحتفظ به في الثلاجه. وها هي الدجاجه ديالي من بعد ما طابت. شوفوا البنات ها هي طيبه ولكن واقفه ماشي مهريه. هذه هي النصيحه ديالي لكم البنات اللي كيعملوا هذا العصير وكيقولوا كيجيهم الطيبه ديالو بحال الصلصه. نتوما كتخليو الدجاجه ديالكم طيب بزاف، ملي كطحنوها يعني كترجع بحال عندو شي صلصه. الدجاجه ديالكم غير طيب هيدا واحد شويه يدخل فيها الطياب. صافي نطفيو العناء، نجيب واحد الميكسور او يمكن انكم تخدموا في خلاط كهربائي. انا يا البنات نهار الاول في رمضان تهرس لي تهرس لي الطاس د مونينيكس وبقيت بلا شي، والطاس د الزاج يعني ما جبرت كيفاش نعوضو حتى رزقني الله ونشريه. هنايا واحد النصيحه اخرى باش يجي لكم العصير ديالكم خاطر ومعلق. ملي تبغيو طحنوا الدجاجه ديالكم اول مره ما تضيفوا لا شي الماء، طحنوها غير في ديك الماء اللي طابت فيه. شوفوا باش كتجي كيجي العصير ديالكم معلق. صافي هنايا من بعد ما طحناها مزيان زيت لنا غير واحد شويه بالماء من بعد ما طحنتها. صافي عاود طحنتها. ودابا هنايا كما كتشوفوا معايا انا كنحاول اني نوريها لكم. شوفوا القوام ديالها كيفاش عامل مطحونه مزيان. هنا غادي نوضعوها في واحد الاناء اللي غادي نخدموا فيه، خصو يكون واسع على الطنجره صغيره، وغادي نوضعوا له باقي المكونات. بالنسبه لهنا انا عندي الماء كانوا باردين في الثلاجه، عملتهم يبردوا باش كيوجد لي العصير ديالي دغيا، ما كيبقيش شي واحد مده طويله في الثلاجه كيبرد. ودائما العصير بحال هيدا اللي غتكونوا توجدوه الفطور وجدوه مستحسن في نص النهار يعني على بكري. هنا غادي نوضع ديك دانون بالمانجا او دانون بالخوخ او الفاني اللي يعجبكم.
ولكن انا كنفضل اما دارون دو الخوخ واما المانغا، كيجيو فيه قمه 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 في الروعه. صافي هنا غادي نخلط ديك دانون مع العصير كيف ما كتشوفوا، غير شويه شويه باش ما يعني الميكسور ديالكم حاولوا انكم ما تطلعوش وتهبطوه باش ما يطير لكمش العصير ويخرج من داك الاناء. صافي هنا غادي نوضع ديك كاز اللتين. هذا اللتين اختياري، ممكن انكم تستغناو عليه، ممكن انكم تضيفوه، ولكن انا كنقول يستحسن انكم تضيفوه. صافي هنا وضعت كميه الماء. بالنسبه للماء انا لهذا العصير عملت يترو ونص، يترو ونص د الماء مع ديك 3 الكيسان اللي طابت فيهم. قل المجموع جاني 2 لتر. نص كيلو د الجعده، واحد الكاز اللتين، واحد الكاز د ياغوت، عطاتني عليه 2 لتر د العصير. شوفوا البنات كيفاش كيجي القوام ديالو قمه في الروعه. صافي هنا انا غادي نغلف العصير ديالي وغادي نوضعه في الثلاجه يبرد. صراحه ماشي سخون بزاف لانه وضعت له الماء بارد، ما داش معايا الوقت بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي العصير ديالي. شوفوا البنات كيف كيجي قمه في الروعه، ما شهيتكم فيه صراحه الله كيبرد على القلب وما كينفخش. واهم حاجه هو انكم صحي وكتعادلوا الحاجه في الدار ديالكم، كتعرفوا شنو كتشربوا وبنفس الوقت كتقتصدوا على راسكم. نتمنى الفيديوهات اللي كنقدم لكم يكونوا كينالوا الاستحسان ديالكم وكتستافدوا منه وكيعجبوكم، وان شاء الله يا ربي كاين وصفات ودائما مع وصفات رمضانيه، ودائما كنقول لكم صحه فطوركم ولا يتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الاعمال، ومع السلامه.